نكمل النظام. خلاص مستر يعني ايه نظام؟ خلاص ايه اللي اقدر اقول عليه ان هو نظام؟ النظام يا شباب هو جزء من الكون تحدث فيه التغيرات الكيميائية والفيزيائية والحيوية. جزء من الكون تحدث فيه التغيرات الكيميائية والفيزيائية والايه يا شباب؟ والحيوية. اوكي. عايز افهم بمعنى صح يعني ايه نظام يا مستر؟ قلت لك مثلا عندي كوباية شاي او كوباية قهوة ايا كان. خلاص؟ هرسم لك الرسمة 3 دي عشان تبقى متخيل معايا وانت بتشرب الشاي. عارفين طبعا مستر اندرو بيحب الرسم. رسام، انا رسام بشرح لك كل حاجة. خلاص ماشي. طبعا ما بعرفش ارسمها. اوكي. فانت تخيل معايا لما ارسم حاجة، تخيل معايا. فانا جبت كوباية شاي. خلاص؟ بالشكل ده. يا مستر مش الشاي اللي موجود في الكوباية ده. عندي شاي وعندي كوباية وعندي وسط حواليه، صح كده؟ طيب الشاي نفسه اللي موجود ده بسميه نظام. بسميه ايه؟ نظام. الحدود بتاعت الكوباية سميتها حدود مين؟ حدود النظام. اوكي. مستر بيأثر عليه هواء، بيأثر عليه رياح، بيأثر عليه حاجات كتير. ما دي العوامل المحيطة بالوسط. خلاص؟ العوامل المحيطة بالوسط بتاعي. يبقى أي نظام عندي بيتكون من نظام، حدود نظام بتكون من العوامل المحيطة. أنواع النظام 3 يا شباب. عندي 3 أنواع من النظام. خلاص؟ عندي نظام بسميه النظام المفتوح، الأوبن سيستم، وعندي نظام مغلق، الكلوزد سيستم، وعندي نظام نص نص. لا مش نص نص، النظام المعزول. يبقى نظام مفتوح، نظام مغلق، ونظام معزول. ايه النظام المفتوح؟ النظام المغلق، النظام المعزول. النظام المفتوح ببساطه يا شباب لو انا عندي نفس كوبايه الشاي او نفس كوبايه القهوه اللي عندي. خلاص؟ كوبايه الشاي او كوبايه القهوه يا شباب انا مفتوحه، صح كده؟ يعني متعرضه لعوامل الجو، متعرضه لعوامل الرياح. فمستر طالع منها حراره، طالع منها بخار، صح كده؟ طالع منها طاقه حراريه، صح؟ وكمان يا مستر ما دام هي سخنه يبقى ممكن جزء من الميه يتبخر، فكمان الشاي نفسه يتبخر اللي هو الماده. فالنظام المفتوح هو نظام بيسمح بتبادل مين ومين؟ الطاقه والماده. النظام سمح بتبادل الطاقه والماده. اوكي. طب والنظام المغلق؟ لا، النظام المغلق انا جبت كوبايه شاي بس عملت ايه؟ اغلقتها. خلاص كده؟ اهو اغلقتها. رسم ال 3 دي اهم حاجه عشان تفهم معايا. خلاص؟ طيب فانا اغلقت الكوبايه بالشكل ده. ماشي. سبتها لمده يوم، حطيت عليها ورقه، حطيت عليها خشبه او ايا كان، سبتها لمده يوم. مستر انا جيت اخر اليوم لقيت برضو الشاي برد، صح كده؟ لقيت كوبايه الشاي بردت. انت المفروض غلقها يا مستر. ايوه، بس اتعرضت برضو لعوامل الجو، عوامل المحيطه، فبردت. خلاص؟ فهنا الطاقه انتقلت عادي، الطاقه الحراريه انتقلت، صح كده؟ ان انا لقيتها بردت. بس الشاي نفسه مش هيتبخر. ليه يا مستر ما يتبخرش؟ لانه المقدار اللي بيتبخر منه هو بيرجع يتكثف تاني عشان انا حاطط له ايه؟ حاطط له حاجه غلقه. فالنظام المغلق نظام بيسمح بتبادل الطاقه فقط وليس الماده. الطاقه بس هي اللي طلعت وليس الماده. طب والنظام المعزول زي ايه النظام المعزول؟ النظام المعزول زي المج الحراري يا شباب، زي ترمس الشاي. فالنظام المعزول انا جبت فيه شاي اهو ورحت رحله. خلاص؟ قضيت اليوم كله مستر لقيت كوبايه الشاي زي ما هي. يبقى كده لا حدث فقد للطاقه، وكمان الشاي قاعد زي ما هو، فكمان ما حدثش فقد للايه؟ للماده. يعني لا حدث فقد للطاقه ولا فقد للايه؟ للماده. يبقى ده نظام لا يسمح بتبادل الماده ولا الطاقه ما بين النظام والوسط المحيط. يبقى المفتوح بيسمح بتبادل الماده والطاقه، المغلق بيسمح بتبادل الطاقه فقط، لكن المعزول لا بيسمح بانتقال للماده ولا الطاقه.